السلام عليكم متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت نشارك معكم واحد الكيكه اللي هي صحيه لذيذه، بالفواكه الجافه، كتجي رائعه. كنتمنى منكم تجربوها ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، غادي ندوزو لطريقه التحضير مع ديك المقادير. عندي قصه ديال الملح، كاس لاروب ديال سنيده، فاني، 4 ديال البيضات. غادي نطربو حتى تيبيض لينا الخليط. كاس لاروب ديال الزيت، كاس حليب دافي، ندوز للمرحلة الثانية. بين 2 كيسان وربع حتى 2 كيسان ونص ديال الطحين، تيبقى على حساب حجم البيض. عندي معلقة صغيرة ديال القرفة، نص معلقة ديال سكنجبير، 2 خمارات، القرقاع، ممكن ديروا القرقاع واللوز، تخلطوا خليط بين القرقاع واللوز. انا ما عبرتش، ولكن ممكن نقول لكم كاس عنبة، وممكن تكتروا. هنا كاس مخلط بين التمر وبين الزبيب، والتمر يكون رطب. صافي كنخلطوا العناصر كلها هي، ونحاولوا نلبسوا الفواكه الجافة بالطحين. هذه المرحلة مهمة في نجاح هذا الكيك، لأن الفواكه الجافة ممكن تهبط لكم في قاع الكيك. إلا بغيتو تجيكم مزركشة كيف غادي تشوفوا تلاحظوا معايا إن شاء الله، خاصكم ديروا هذه العملية. صافي كنزيدوا الخليط الثاني على الخليط الأول ونخلطوا عادي، ما نطربوش بزاف، غير نخلطوا ونحبسوا. صافي هنا كان الخليط من بعد ما خلطنا نصبو في اي مول بغيتو. انا اختاريت هذا، وراه جربتها في شحال من مول وكتنجح، في اي مول درتوها راه كتنجح، لان ما تتخطانيش انا من الدار هاد الكيك. صافي كندخلو الفران بارد ونقصو عليها حتى تطيب ان شاء الله. من بعد ما خرجتها من الفران، ها هي النتيجة ان شاء الله اللي حصلت عليها. تزيين غادي ندير معكم هاد التزيين بسيط، كل مول كندير ليه تزيين. هذا اختاريت ليه هاد التزيين، رشيتها بسكر كلاصي، وغادي نزينها بالنصوصه ديال التمر والكركاع، والتزيين تيبقى على حساب الذوق. تزينوها باي تزيين اللي بغيتو. المهم هو المذاق اللي فيها رائع. هيا قدمتها لكم بالصحة والراحة، وكنتمنى منكم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. وإلا عجبتكم ما تنسونيش من لي لايك ومن تعليق زوين. واللي اول مرة كتشوف قناتي وعجباتها، كنقول لها مرحبا بك اختي والف مرحبا، انضمي لينا، نكبروا ان شاء الله العائلة ديالنا، وان شاء الله المزيد للقدام. وشكرا لكل واحد تيخلي لي تعليق محفز وكلمة طيبة، الله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم. شكرا لكم على التشجيع كاملين، المتتبعين ديالي العزاز، كنقول لكم شكرا لكم والف شكر. انتم شوفوا الكيكه كيفاش كتجي، كيفاش كيجي كلشي الخليط فيها، ما كيهبطش. انتم
وكتجي رطبة ولذيذة. النتيجة اللي حصلنا عليها تجي رائعة، واختارتها لكم وقدمتها لكم كهدية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.